أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا في العراق، والحدث انضم معنا في هذه الحلقة دكتور الجبوري محافظ صلاح الدين. مرحبا بك سيادة اهلا المحافظ. وسهلا. الحقيقة كنا نتحدث قبل يعني هذه الفقرة عن أهمية صلاح الدين من الناحية الاستراتيجية وأهمية تحريرها بالنسبة لبقية المناطق. هنا ما يبذل ربما في محافظة صلاح الدين يتميز على بقية المحافظات. هذا برأيك من شنو جاي؟ هذا بسبب أنه أهمية صلاح الدين بالنسبة لأهالي المحافظة يختلف عن بقية المناطق، أو لأنه تدركون أنتم كحكومة محلية وكمواطنين هناك وكعشائر أنه نقطة تحرير داعش تبدأ من صلاح الدين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة مثل ما تعرفون أنه مثل ما أسلفتوا أنه محافظة صلاح الدين تتميز عن باقي المحافظات بأنه بدأت يعني زمام الأمور تؤخذ وزمام المبادرة تؤخذ في صلاح الدين لسببين مثل ما ذكرت حضرتك. أولا مكون صلاح الدين. محافظة صلاح الدين هي عبارة عن يعني عراق مصغر، فيها جميع الطوائف، فيها كل المكونات تسكن في هذه المحافظة، فهي تختلف بهذه الصفة عن بقية المحافظات الموجودة والمسيطر عليها من قبل العصابات الإرهابية. الشيء الثاني في محافظة صلاح الدين مثل ما تعرفون يعني صلاح الدين تعتبر هي البوابة لتحرير محافظة نينوى، وكذلك التوجه إلى محافظة الأنبار، وذلك لموقعها الاستراتيجي. بالإضافة إلى أن هناك حقيقة منذ سيطرة العصابات الإرهابية على قسم من أقضية محافظة صلاح الدين شكلت هناك خلية أزمة، وكان هناك تفاهم وتنسيق عالي مع المناطق التي حاربت تنظيم داعش الإرهابي. أيضا هناك تنسيق عالي بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية بهذا السبب، بالإضافة إلى أنه وجود المناطق مثل منطقة آمرلي ومنطقة الضلوعية وحصارها من قبل عصابات داعش الإرهابية، وتطوع الكثير من أبناء هذه المناطق مثل ما تعرفون، وإعطاء شهداء أعداد كبيرة من الشهداء في هذه المناطق. وكذلك أصبحت هذه المناطق هي كسرة على تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك أصبحت هي بمثابة الصخرة التي تكسرت عليها كل المؤامرات التي حوكت ضد العراق وشعب العراق، وكذلك توقف عند هذه المناطق امتداد تنظيم داعش الإرهابي. كل هذه الأمور بالتالي جعلت أنه محافظة صلاح الدين هي تكون مميزة عن باقي المحافظات في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. اسمع، هذا عصابة داعش بين مدة وأخرى تحاول السيطرة على مناطق أخرى في صلاح الدين. نعم. وبالتالي قد تنجح ربما، واحيانا لا تردها قواتنا الامنيه بشكل عاجل وسريع. لا طبعا انا اختلف معك في الراي. هذا الكلام كان موجود قبل بدء العمليه التي بدات في جنوب محافظه صلاح الدين، والتي سميت معركه الحسم وعمليه الحسم، التي شارك فيها اعداد كبيره من الحشود الشعبيه والقطاعات العسكريه المتواجده من تشكيلات وزاره الدفاع ووزاره الداخليه. حقيقه اليوم في محافظه صلاح الدين القطاعات العسكريه بالاشتراك مع الحشد الشعبي هي صاحبة المبادرة، وهي صاحبة زمام المبادرة. اليوم احنا في محافظة صلاح الدين أكثر من 400 كيلومتر حررت من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. منذ بدء العملية لحد الآن تنظيم داعش الإرهابي في انكسار، والقطاعات العسكرية والحشود الشعبية في تقدم، وفي يعني في طريقها إلى طرد عصابات داعش الإرهابية. اليوم بعد هذه العملية وبدء هذه العملية هناك انهيار وانكسار في صفوف داعش الإرهابية، مثل ما تسمعون بوسائل الإعلام أن هناك نفور بين العصابات وبين أفراد التنظيم. كذلك هناك يعني هزيمة أيضا لبعض العناصر من تنظيم داعش الإرهابية. هناك هروب لقادات من تنظيم داعش الإرهابية. بالتالي أنه منذ بدء العملية لم يحصل أي تقدم لعصابات داعش الإرهابية. طيب دكتور، عقدة المنشار حاليا في صلاح الدين أين تكمن سيطرة عصابات داعش بشكل قد يكون لحد الآن أكثر تعقيدا قياسا بالمناطق الأخرى بالنسبة للقوات الأمنية؟ حقيقة هذا الموضوع أنا يعني بودي أنا أعرج عليه ويكون واضح أمام مشاهدينا وأمامكم وأمام أخي اللواء عبد الكريم ضيفكم المحترم، أنه العمليات القادمة في محافظة صلاح الدين لم تكن في نفس الصعوبة التي حدثت في مناطق الضلوعية ويثرب والبوجواري والحردانية والمعتصم
المعتصم، وذلك لسبب واحد. أولا طبعا هي لسببين ترجع. السبب الأول أنه الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق هي تختلف عن المناطق الأخرى مثل مناطق الدور وتكريت وبيجي والشرقاط، وذلك لأنه الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق تمتاز بوجود بساتين كثيرة، بوجود غابات، بوجود نهر العظيم المارو الفاصل بين محافظة صلاح الدين ومحافظة ديالى. كذلك أنه العملية القادمة إن شاء الله سوف تكون أسهل، وذلك لوجود الانكسار الذي حصل في هذه المناطق بعد الانتصار التي حققته الحشود الشعبية والقطاعات. هذا عامل مساعد أيضا يصب في أنه تكون العملية القادمة إن شاء الله هي أسهل من العملية التي سبقتها. المناطق التي يكمن فيها تنظيم داعش، لكي أجيب على سؤالك، طبعا هو تنظيم داعش الإرهابي الآن هو يسيطر على قسم من قضاء الدور، قسم من قضاء تكريت، قسم من قضاء بيجي وقضاء الشرقاط. هذه المناطق اللي سيطر عليها. ولكن العقدة قوتها وين تتركز حاليا، بحيث أنه لو أردنا أن نشن ضربات جوية يجب أن تتركز في المنطقة الفلانية حتى ينكسر بشكل كامل هذا التنظيم؟ تنظيم داعش الإرهابي أخي العزيز من خلال يعني محاربتنا لهذا التنظيم ومن خلال مشاركتنا للقطاعات العسكرية واتصالاتنا المباشرة مع القادة العسكريين والميدانيين، تنظيم داعش هو عبارة عن مافيات، عبارة عن عصابات، لا يوجد له مكان ثابت، هم عصابات. ولكن حقيقة يعني منذ بداية العمليات في محافظة صلاح الدين والتي بدأتها عمليات صلاح الدين بقيادة الفريق عبد الوهاب الساعدي، كانت هناك في محافظة صلاح الدين تنظيم داعش الإرهابي تلقى ضربات قوية. من خلال هذه الضربات طبعا هي بشنت عن طريق طيران التحالف وكذلك عن طريق طيران الجيش والقوة الجوية العسكرية الموجودة في العراق، وذلك باستمكان أعداد كبيرة. خلال هذه الضربات التنظيم خسر العديد، المئات من القتلى من عناصره، وكذلك كانت هناك خسائر في المعدات وفي الأسلحة وفي كل شيء. طيب أعود لسيادة اللواء. سيادة اللواء، إذا كان هناك فعل الانكسار وهو ما نلاحظ على الأقل في الإعلام وما نشاهده من تحركات قواتنا الأمنية المستمرة، يعني مضاف إليها التراجع الحاد والكبير في المناطق التي يسيطر عليها داعش، هذا الانكسار هل استثمرنا بالشكل المطلوب؟ هل استثمرت القوى الأمنية، قواتنا الأمنية، الجيش العراقي بالشكل الذي يضاعف من انتصارنا ويضاعف حتى من الانكسار والخسارة بالنسبة لعصابات داعش؟ هو اللي حصل في منطقة جنوب سامراء في كل الحوض، بدءا من ضفة دجلة إلى المناطق غرب الدجيل وصعودا إلى المعتصم العباسي وجنوبا بالإسحاقي. داعش الآن غير موجودة في هذه الأماكن. هذه الأماكن كانت تشكل بؤرة تهديد للقوات المسلحة. غالبا ما كانت تقطع الطرق ويتم شن هجمات حتى بالنيران بدون أن يكون هناك أفراد من هذه العصابات على مناطق عديدة، ويقع خسائر بصفوف مدنيين وإقلاق الأمن مستمر. الضلوعية كانت تحت النار لأشهر، بلد الدجيل، هذه المناطق الآن آمنة، والحشد الشعبي في هذه المناطق مختلف عن كل أماكن العراق. الآن الحشد الشعبي في هذه المنطقة يتألف من أبناء صلاح الدين ومن أبناء مناطق أخرى. وأول مرة تحصل أن هناك معركة ناجحة عابرة للطائفية كانت في هذه المنطقة وكسرت يعني داعش ما يخشاه. هو هذا التلاحم بين الأبناء هذه المناطق وأبناء المحافظات الأخرى، وبالتالي فهو يعمل على إثارة هذا العنصر، عنصر نعم الطائفية، ليستفيد من عنده. وبوجود الحكومة المحلية التي يعني قدمت يعني أداء مميز في هذه المناطق. الآن يجري الحديث عن استهداف منطقة الدور والعلم والبعاجيل، وإذا ما تمكنت الحشد الشعبي من الوصول إلى هذه المناطق فإن هذا الشكل من أشكال المناورة الذي سيجعل العدو في كل الأماكن هو يعني قيد حصار أو طوق من 4 اتجاهات. بالأساس القوات موجودة في جنوب تكريت، موجودة في المناطق الغربية، موجودة في شمال تكريت إلى منطقة المزرعة تقريبا وحدود مدينة بيجي، وهنا فقط بقي هذا المسلك مفتوح باتجاه مدينة كركوك وما يجري هناك في مناطق جنوب غرب داقوق ويتصل بهذا الحوض، وأيضا باتجاه منطقة سد العظيم اللي أشار إلى السيد المحافظ. إذن هذه المناورة ستقطع كل هذه الطرق وستجعل داعش في موقف صعب من منطقة العجل القديمة باتجاه منطقة العلم ومنطقة البعاجيل وحي القادسية. يعني هناك حدود الآن عندما تعبر هذه القوات ستلاحظ أن داعش لا تستطيع البقاء، حتى المنطقة ستصبح غير صالحة للدفاع.
بالنسبة لداعش. بالنسبة لداعش السبب أولا كل الأسلحة الأرضية ستعمل، وسائل الإسناد ستعمل، إضافة للقوة الجوية حتى ولو لم يتدخل التحالف الدولي ستكون القوة الجوية فعالة، بسبب أن داعش لن تكون له منافذ لكي يقدم لنفسه الدعم اللوجستي أو الهروب أو قضايا المناورة. سيكون حبيسا في بقعة ضيقة لا تتجاوز 8 كيلومتر. طيب دكتور، شنو مدى موافقتك على هذا الكلام؟ يعني هل أنت معه بالكامل؟ نعم أكيد، هو هذا الكلام هو عين الصواب، هو هذا الكلام الواقع الموجود. مثل ما تعرف أنه الآن المناطق الموجودة مثل تكريت والعوجة والمناطق البقية هي محاصرة من 3 جهات. لما تقطع هذا الحوض اللي الممتد من جلام الدور وصولا بمنطقة البوعجيل ومنطقة العلم وسمرة ووصولا بالفتحة، أكيد راح يعني يكون هناك حصار أو قطع طريق لا يوجد أي منفذ لعصابات داعش الإرهابية بأن يعني تتجه نحو قضاء الطوز أو تكريت. دكتور، هذه العصابات حاليا منين تمول نفسها؟ منو طرق الإمدادات اللي تجي لها من الموصل، من الأنبار؟ منين تستطيع أن تجيب السلاح وتجيب حتى المؤن وكل ما تحتاجه؟ نعم، هو هذا الحديث اللي كان يتحدث عنه السيد اللواء، انه هسه احنا الطريق مفتوح، يعني مفتوح من جلام الدور وصولا الى الموصل. هذا بمن يوصلون بالموصل؟ الطريق اكيد طبعا عن طريق الفتحه، عن طريق الفتحه، وهناك طريق مفتوح بينهم وبين الموصل وبينهم وبين كركوك وصولا للحويجه. ايضا هذا عن طريق هذا الحوض هو مفتوح، واكيد من منطقه الصينيه ومنطقه الشرقاط وصولا يعني إذا كطرق إمداد هي موجودة طبعا أكيد. هنا خليني أسألك عن دور التحالف الدولي بالنسبة لكم في محافظة صلاح الدين، وأنت حضرت معارك ميدانية وشاركت، ويعني من موقع الحدث تقدر تعطينا المعلومة. هذا التحالف أدى ما عليه على الأقل في صلاح الدين؟ شفت أنه دور التحالف كان مفيد ومهم جدا، أو أنه لا كان من المطلوب أن يكون أفضل وأكثر فعالية؟ حقيقة حتى نكون منصفين، يعني هو دور التحالف كان مفيد، لكن تدخل قوات التحالف وطيران التحالف لم يكن بالطريقة أو بالصورة المطلوبة. كان هناك تباطؤ كثير في عدد الطلعات، وكانت يعني طلعات جوية قليلة جدا، مع العلم على في وقت أنه كانت تتوفر أهداف كثيرة لعصابات داعش الإرهابية، لكن الطلعات الجوية اللي قام بها التحالف وطيران التحالف هي كانت موجعة جدا لعصابات داعش الإرهابية، لكن لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تكن يعني عند طلبات القادة الميدانيين، أو توفر طلبات يعني 80% أو 90% من طلبات القادة الميدانيين. طيب دكتور، عندنا في صلاح الدين يعني تحديدا ربما هناك ضباط وقادة في الجيش السابق قاموا بمساعدة القوات الأمنية، انضموا إلى العشائر في محاربة داعش. هذول شنو مصيرهم؟ يعني أكو هناك لهم وعود، أكو هناك لهم يعني فد مستقبل بالدولة؟ طبعا احنا يعني هناك مناشدة اليوم. أنا قبل قليل كانوا بضيافتي أهالي الضلوعية، ومنهم بالذات هم هيئة الركن التي كانت مشرفة أكيد، كلهم برتبة عميد فما فوق، عميد ولواء. كانوا هم هؤلاء شاركوا مشاركة كبيرة من خلال التخطيط وتشكيل هيئة الركن بتنظيم المتطوعين في منطقة الضلوعية، وهذا هو كان العامل الأكبر في مساعدة أهالي الضلوعية للتصدي لعصابات داعش الإرهابية وعدم تمكن هذه العصابات من دخول هذه المنطقة. هؤلاء الضباط هم مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة. اليوم أنا عبر شاشة فضائيتكم أناشد الحكومة المركزية بأن تكون هناك يعني رفع حيف عن هؤلاء الضباط، عن هؤلاء القادة. حقيقة يعني أبناء مخلصين ووطنيون للعراق، ونحتاجهم احنا كحكومة محلية في محافظة صلاح الدين لإعطائهم دور في إدارة الملف الأمني في المحافظة. بالإضافة إلى أنه أيضا هناك مناشدة من قبل ضباط، هناك 80 ضابط من ضمن قيادة شرطة صلاح الدين صدرت بحقهم ليلة أول أمس قرار باجتثاثهم وشمولهم بالمساءلة والعدالة، علما أنهم هناك منهم أغلبهم هؤلاء 80 ضابط هم متواجدين في ساحات المعركة ويقاتلون. لكن احنا كانت لدينا اتصالات مع دولة رئيس الوزراء ومع وزير الدفاع، ووعدونا خيرا إن شاء الله في هذا الأسبوع سوف تحل كافة هذه
يعني كافة هذه الملابسات وسوف يلتحقون. بالنسبة للضباط الموجودين طبعا ضباط أكفاء وأبلوا بلاء حسنا وكانوا مخططين جيدين وهذا ما يكون أصلا حتى حافز لضباط في غير مكانات مثلا في الأنبار أو في الموصل على بذل المزيد، خصوصا طبعا هناك أكيد تحركات طبعا في الموصل أكيد احنا حتى يعني أيضا نكون منصفين. احنا كان لنا لقاء مع معالي وزير الداخلية في الأسبوع الماضي أنا ورئيس المجلس وتحدثنا بهذا الخصوص. طبعا الحكومة المركزية رافضة لهذا الشيء ووعدونا خيرا إن شاء الله سوف يكون حلا لهؤلاء الذين شاركوا بالمعركة والذين يرغبون في التطوع، شرط أن تكون أيديهم نظيفة من دنس داعش الإرهابي، أن يكونوا غير متعاونين مع تنظيم داعش وغير منخرطين في صفوف داعش الإرهابي. طيب سيادة اللواء، يعني لما نتحدث عن أهمية صلاح الدين وأنه يجب أن تحرر جميع مناطقها، وأيضا نتحدث عن وجود طرق سالكة بينها وبين الموصل تستطيع هذه العصابات أن تأتي بالمؤن وبالأسلحة وبالأعتدة وبالمتفجرات بشكل طبيعي لأنه الطريق مفتوح ومؤمن بالنسبة لهم. هاي الطرق ما ممكن قطعها وبالتالي تصعيب أو يعني تقليل إمكانية التموين لهذه العصابات؟ لا، كلمة مؤمن يعني كلمة كبيرة، هو ليس مؤمن تماما. يعني هناك ضربات تستهدف فيها من قبل ضربات من قبل طيران العراقي، أحيانا من قبل طيران الجيش والقوة الجوية العراقية، وأحيانا من قبل التحالف. مثل ما تفضل السيد المحافظ، التحالف الدولي لم يكن جادا في تقديم الإسناد إلى صلاح الدين، هو كان يراقب التوازن. إذا داعش تمكنت من كسر هذا التوازن يتدخل التحالف الدولي لإعادته إلى مساره الطبيعي. وحدثني أحد الأخوة القادة في صلاح الدين قال أن هناك بعض المعارك استمرت 14 ساعة في داخل تكريت لم يقدم التحالف الدولي ولا طلعة جوية، بينما طائرات السيخوي تدخلت في 3 أو 4 طلعات جوية أنهت المعركة. إذا احنا طيراننا لدينا طيران فعال، لدينا قوة جوية قادرة، ولكن ساحة المعركة أحيانا يعني عدد الطلبات الإسناد التي تقدم من القادة في الميدان كبيرة جدا، ويجب أن توضع أولويات في هذا وهي لا تكفي. ولهذا وجود التحالف الدولي هو ليس وجودا يعني بطريقة المنية، يعني هو الآن مكلف بموجب يعني القانون الدولي وبموجب التعهد الذي قطعته الولايات المتحدة وهذه الدول في حربها على داعش أن تقدم ما يلزم من الإسناد إلى صلاح الدين. احنا لا نتحدث عن مدينة صغيرة، نتحدث عن عقدة تربط 6 محافظات. يعني التهديد للأمن في صلاح الدين واستمراره هو تهديد لطريقين رئيسية تربط العراق شمالا مع جنوبا، طريق الموصل يمر بتكريت بغداد وطريق كركوك وأيضا ديالى بغداد. هذه الطريقين هي الشريان الحيوي الرئيسي الذي يغذي ويربط محافظات العراق وسط في شماله وجنوبه. ومع هذا أنت تعول على اجتماع يوم الخميس. اجتماع يوم الخميس سيكون حاسما بالنسبة للتحالف الدولي وسيقدم إسناد كبير إلى صلاح الدين وإلى الأنبار، أنا واثق من هذا من خلال قراءتي لخطابات هولاند وأوباما وبعض القادة الآخرين الذين الآن يريدون إرسال رسائل طمأنة لشعوبهم التي ستبتلي بداعش قريبا، وستكون هناك عمليات أكبر من العمليات التي جرت في قضية شارل إبدو. يعني الآن ينتظرون أن تكون داعش حسب تصريح رئيس الوزراء البريطاني ستكون في شوارع لندن، وبهذا قطع رأس الأفعى يبدأ من هنا. وعندما نريد أن نهاجم داعش الآن ونضعفها يجب أن تكون الهجوم في صلاح الدين. صلاح الدين عقدة الربط الرئيسية التي تجعل داعش تتقطع أوصالها ولا تستطيع أن تترابط فيما بينها. طيب دكتور رائد، يعني باختصار لو سمحت، الآن تم تحرير بعض المناطق في صلاح الدين، هذه المناطق خدمت من جديد، تم إعادة مواطنينها لها، تم تأمين الخدمات لهم حتى تشجعهم يرجعون وبالتالي يمسكون الأرض في مناطقهم؟ نعم، حقيقة المناطق التي حررت هناك مشاكل عديدة في هذه المناطق. من أهم هذه المشاكل هي كيفية وجود تحاور بين العشائر الموجودة المتواجدة أصلا والمجاورة لهذه المناطق والعشائر الأصلية لهذه المناطق والتي نزحت بسبب وجود البعض من أبنائها من ضمن عصابات داعش الإرهابية. اليوم أيضا مشكلة أخرى هي وجود الألغام الكثيرة في هذه المناطق، زرع ألغام عشوائية كثيرة. اليوم احنا كحكومة محلية في المحافظة قسمنا هذه المناطق إلى قواطع، وهذه القواطع يعني شكلت لجان محلية لها. هذه اللجان سوف تكون وظيفتها هي قامة وصل وترابط بين وإعادة المواطنين. لكن
الدكتور رائد الجبور محافظ صلاح الدين، اشكرك لوجودك معنا في هذه الساعه. ايضا اشكر اللواء عبد الكريم خلف الخبير، لم شكر لك سياده اللواء. ايضا اشكركم مشاهدينا لمتابعتنا على مدى الوقت الماضي. ها هو محدثكم علي رباعي، اتمنى لكم وقتا طيبا، الى اللقاء.